اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى اليوم السادس ودعاء اليوم السادس، ويقرأ قلنا في نهار شهر رمضان. خلينا نأخذ أجر هذا الدعاء، يعني أجر من يقرأ هذا الدعاء. فعن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله قال: من قرأ فيه هذا الدعاء، يعني في هذا اليوم، في نهار هذا اليوم، يعطيه الله 40,000 مدينة. بعد اللي خلي يستكثر، خلي يستكثر على الله. احنا لا نشك في يعني عطاء الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تخذلني فيه لتعرضي معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلينا ناخذ سؤالين إن شاء الله، وبالأسئلة أكو فائدة إن شاء الله، يعني الأخوة يطلبون. هذا الأخ يقول: هل يجوز أصلي الصلوات المستحبة؟ مثلا عندنا 11 صلوات، يقول أنا أصلي بعد صلاة المغرب والعشاء، أصلي 5 صلوات، وقبل لا يصير صلاة الصبح أنا أصلي 5 الباقية. يصير؟ نعم يصير. شنو المشكلة؟ أي إشكال ماكو. هذه الأخت تقول: هل يجوز للمرأة أن تؤدي أعمال ليلة القدر وهي في العذر الشرعي؟ تقول مثل الدعاء، مثل وضع المصاحف، غيرها من الأذكار يصير، غير الصلوات يصير، يعني ما تصلي. تقول أنا بس أذكار تسبيح وأضع المصاحف على رأسي، يصير؟ نعم يصير. أي إشكال ماكو. أختم بهذا السؤال: أنه هل صحيح نتوضأ قبل أكل لحم الجمل؟ هاي شنو؟ أنا ما أدري، ماكو شيء، هذا كلام غير صحيح. أسأل من الله سبحانه وتعالى التفقه في دين آل محمد، ولا تنسوني ووالدي من